باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنقول معجزة جميلة جدا جدا ربنا اتمجد بيها مع شاب كاثوليك، واللي حصل بشفاعته المعجزة هو البابا كيرلس. وإزاي ان البابا كيرلس ما يفرقش بين ارثوذكس وكاثوليك او اي مذهب او حتى غير مسيحي. ناس كتير جدا غير مسيحيين ربنا بيتحنن عليهم وبيشفيهم، زي ما قالوا في الآية ان ربنا بيرسل شمسه على الصالح والطالح. وازاي البابا كيرلس ظهر للشاب ده وشوف قال له ايه، وكان وسط عجب من الدكاترة، وردة فعل الدكتور كان ليها فعلا الغرابة في اللي قاله. ايه اللي حصل بالتفصيل ده اللي هنعرفه النهاردة في فيديو اليوم، وناخد بركة البابا كيرلس. لكن في البداية حابة اقول لكم لو بتتفرجوا لأول مرة وحابين تسمعوا معجزات، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل المعجزات والتعزيات اللي بتقدمها القناة. اما دلوقتي تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل معجزة النهاردة من اولها. الحكاية بتبتدي مع أسرة كاثوليكية، والأسرة ديت طبعا مش كل الكاثوليك بيؤمنوا بالقديسين اللي هم تبع الأرثوذكس، زي ما برضو الأرثوذكس ما يعرفوش كل القديسين اللي تبع الكاثوليك. ففي كمان منهم مش ما يعرفوش، هم ملهمش علاقة بالقديسين التانيين يعني، وده شيء طبيعي يعني. فالأسرة ديت كان عندهم شاب، والشاب ده متجوز ولسه صغير مش كبير يعني، ومرة واحدة بدأ يتألم من ظهره. يعني قال لنفسه يمكن إجهاد، اتحركت كتير في الشغل، الموضوع يعني مش مستدعي ان انا يعني اقلق قوي، يعني انا هرتاح النهاردة وبكرة اقوم هبقى كويس. وفعلا ما راحش ولا كشف ولا حاجة، عدى يوم 2 3 الألم بيزيد وغير محتمل. فوالدته بتتصل تطمن عليه، فزوجته قالت لها ده صدقيني ظهره مألمه مش راضي يروح يكشف ومش عارفة ايه وكده. فقالت له لا يا ابني لازم تروح تكشف عشان نطمن اذا فيك حاجة يعني. فبعد إلحاح من زوجته ووالدته وافق ان هو يروح يكشف. فراح يكشف عند دكتور وطلب منه شوية أشعة وتحاليل وحاجات زي كده. فبعد النتيجة ما بانت اتضح ان هذا الشاب عنده انزلاق غضروفي، وما أدراكم من آلام مبرحة. ربنا يعني يشفي الجميع ويبعد عننا الأمراض. آلامه شديدة جدا. واللي حكى المعجزة دي كمان يعني وكان شاهد ليها أبونا رويس أسعد، اللي هو كان كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمدينة الأقصر. هو من نفسه شاف المعجزة دي يعني، وبيقول انه كانت آلام هذا الشاب غير محتملة، وعنده صعوبة في الحركة، ما بقاش قادر يروح لشغله ولا ينزل ولا يطلع ولا يعمل اي حاجة خالص. ووالدته رغم ان هي مش ارثوذكس لكن كانت ليها محبة قوية جدا بالبابا كيرلس. كانت حتى ما تروح في اي مكان تلاقي كتاب معجزات البابا كيرلس تشتريه وتقعد تقرا فيه. فكان عندها يعني مؤمنة بحتة المعجزات، ومؤمنة انه بيحصل شفاعة من القديسين لينا في السماء وربنا بيتمجد وكده. فآخر كتاب كانت جايباه للبابا كيرلس كانت قاعدة تقرا فيه، فلقت من ضمن المعجزات معجزة شفاء لراجل نفس حالة ابنها تماما. وحتى كان هذا الراجل كان عراقي تقريبا او حاجة زي كده، وما كانش ارثوذكسي. وحتى في الكتاب كاتب انه يشهد ان البابا كيرلس ما ميزتي ولا قال ان انا مش نفس الملة او الكلام ده كله، يعني بمحبته وابوته جه وشفاني. الراجل اللي هو الاعرابي او حاجة زي كده على ما اتذكر يعني.
فقعدت تقول له يا بابا كرولوس، انت شفيت الراجل ده، لازم تشفي لي ابني. انت ما بصيتش ولا راعيت فروق المذاهب الدينية والاختلافات العقائدية، انت بصيت بأبوة وبحنية قلبك، وصلت طلبتنا لرب المجد يسوع المسيح وشفيت الراجل، يبقى انت تشفي لي ابني، ماليش دعوة يا بابا كرولوس. وقعدت تتكلم مع البابا كرولوس زي ما تكون بتتكلم مع واحد سامعها وشايفها، والقديسين فعلا بيبقوا سامعيننا وشايفيننا. فراحت لابنها تزوره وخدت معاها كتاب المعجزات بتاعت البابا كرولوس، وقالت لابنها يا ابني اقرا في كتب معجزات البابا كرولوس وتشفع بيه، واطلبه بإيمان، وصدقني هيتشفع لك قدام ربنا وربنا هيستجيب ويشفيك. فقال لها ماشي يا ماما، والولد ما اعترضش خالص، الراجل يعني ما اعترضش. وفعلا بدأ يقرأ هذا الابن بدموع المعجزات اللي ربنا تمجد بيها مع الناس بشفاعة البابا كرولوس، وفضل يبص لصورة البابا كرولوس اللي موجودة على الكتاب، ويتضرع لربنا ويتشفع بالبابا كرولوس انه ينجده من الآلام الغير محتملة ويشفيه. كان بيطلب بإيمان وثقة ان ربنا هيتمجد. في الليلة ديت لما جه ينام، يعني قام كده من النوم حاسس ان هو مش عارف يجمع ومش عايز ينام وكده، فبيبص قدام منه شاف البابا كرولوس قاعد جنب منه على الكرسي اللي جنب الكنبة اللي كان نايم عليها. فالشاب استغرب جدا وبدأ يكلم البابا كرولوس ويقول له ازاي تجيلي بهيئتك الجسدية؟ انا كنت متوقع انك انت هتجيلي في حلم زي ما قريت حتى في بعض المعجزات يعني. لكن البابا كرولوس ابتسم وما ردش عليه، والشاب ده قاعد. فالبابا كرولوس مد ايده وحط اصبع الابهام الكبير فوق جبهته وضغط عليها جامد، وبعدين جراشم عليه علامة الصليب، وما تكلمش معاه في اي حاجة غير الابتسامة والحاجات اللي هو عملها دي، وبعديها اختفى تماما من امامه. كان الشاب في الوقت ده مفكر نفسه ان هو مجرد بيتخيل خيالات قدامه، اكيد يعني حد مات او انتقل من سنين طويلة مش هيجي يظهر بجسده كامل قدامي، فكان متخيل ان دي تخيلات يعني. لكن لما الحقيقة جه يحط ايده على جبهته لقاها اتملت زيت مكان ايد البابا كرولوس موجودة على جبهته، فتأكد انه ده مش مجرد خيال، ده كان قدام البابا كرولوس دلوقتي وشافاني. ولكانت المفاجأة الأولى ليه انه شاف الزيت. المفاجأة التانية انه حاول ان هو يقوم رغم ان ده كان صعب جدا، لازم حد يساعده، لكن لقى نفسه ان هو بيقوم وبيتحرك والآلام اختفت تماما. والحاجة التانية اللي هي كانت بتأكد ان المعجزة حصلت، زوجته كان مفروض ان هو بيضع كريمات وحاجات على ظهره علشان يقدر يسكن الألم ويقدر يتحرك ولو كان حركة بسيطة للحمام او كده يعني. فجات علشان تدهن له ظهره كده زي كل يوم، لكن اتفاجئت بوجود اثار حقنتين جانب العمود الفقري. فبتسأله بتقوله هو مين جه وادالك الحقنتين اللي انت واخدتهم في ظهرك دول؟ فقال لها انا محدش اداني حقن، محدش جه اصلا. فقالت له ازاي ده في اثار حقنتين موجودين لسه انت واخدتهم ما كملوش حاجه؟ فلا صدقني ما حد جه ولا اداني حاجه، لكن انا هحكي لك اللي حصل معايا. وبدا يحكي لها ازاي كان من حبه البابا كرولوس موجود وادي الزيت على قرتي. قالت له يبقى هو اللي ادالك الحقن دي بقى، وانت يعني كده يبقى حصلت المعجزة. بس اقولك لازم نروح للدكتور وهو اللي يقرر بنفسه. وفعلا خدته وراحت بيه للدكتور. اول ما بدأ يكشف عليه
قعد يزعق وينتهره بشدة، وقال له لما انت بتتعالج بره عند دكتور غيري، ايه اللي جايبك عندي بقى؟ روح اتفضل كمل علاجك عنده. فزوجته بدأت تهدي فيه وتقول له يا دكتور احنا مش بنتعالج عند حد غير حضرتك، وانا هفهم حضرتك اللي حصل بالتفصيل. هو اتشفع بقديس ارثوذكسي اسمه البابا كرولوس، وقعد يصلي كتير جدا. ففي الليلة دي جاله واداله الحقنتين دول اللي حضرتك شايفهم وصلاله وكده. يعني حكيت له كل اللي حصل بالتفصيل. فقال لها يعني طالما البابا كرولوس دخل في الموضوع يبقى كل شيء انتهى. مبروك عليك يا ابني الشفاء، انت ما فاكش اي حاجة خالص. والعجيب ان الدكتور ده كان ينتمي لبركة البابا كرولوسكي، ولدرجة ان هو كان معلق له صورة اللي هي صورة البابا كرولوس حاطط ايده فوق الكتاب المقدس وبيبتسم. فأتاري الدكتور كان له عشرة قديمة مع البابا كرولوس يعني، وعشرة قديمة من معجزة قديمة. المريض قديم كان حصل برضو معجزة وأهدى للدكتور الصورة ديت وهو علقها. فعلا ان الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. بركة البابا كرولوس وماريمينا والست العذراء مريم وكل الشهداء والقديسين تكون مع جميعنا. واذكروني دايما في صلواتكم، وقولوا لي البابا كرولوس ايه الألقاب بتاعته، اكتبوها لي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. ربنا يفرح قلوبكم ويبارك حياتكم ويجعلها سنة مباركة علينا كلنا يا رب. سنة تعويضات، سنة فرح، سنة بركة، سنة ان احنا نكون ماسكين في ايد ربنا وربنا ماسك في ايدينا. ربنا يفرح قلوبنا ويبارك حياتنا ببركة شفاعة امنا العذراء مريم والبابا كرولوس وكل الشهداء والقديسين. اشوفكم بخير.